بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم دائما أخوكم أسامة من قناة الجيريا تك. كما عودناكم دائما، نحن بصدد فتح علبة هاتف جديد من شركة كوندور. الهاتف الذي تم تسويقه له هذه الأيام يأتي باسم كوندور جريف جي 5 بلس، هاتف من الفئة المتوسطة، جيد من حيث الشكل والمواصفات. هذا هو الهاتف الجديد الذي تم الإعلان عنه هذه الأيام. يأتي هذا الهاتف بنظام تشغيل أندرويد مارشميلو، ويأتي بمعالج كواد كور 1.1 جيجا هرتز، وذاكرة عشوائية 1 جيجا، ومساحة تخزين داخلية 8 جيجا. سعة بطارية هذا الهاتف 1950 ملي أمبير. الكاميرا الأمامية له 2 ميجا بكسل، والكاميرا الخلفية 5 ميجا بكسل. حجم شاشة هذا الهاتف 4.5 إنش بتقنية FWVGA، وكباقي هواتف شركة كوندور يأتي بشريحتين. نبدأ على بركة الله بفتح العلبة. هذا هو الهاتف الجديد الذي تم التسويق له هذه الأيام، وكما قلنا يندرج تحت خانة الهواتف المتوسطة، يأتي بسعر في متناول الجميع وبمواصفات جيدة، وأيضا يدعم تقنية الفورجي التي أصبحت متاحة تقريبا في جميع ولايات الوطن. من حيث الشكل كما ترون شكله جميل. كما قلنا الكاميرا الخلفية لهذا الهاتف 5 ميجا بكسل، ويأتي بفلاش. شكله حقيقة جميل. ننتقل الآن إلى استعراض باقي محتويات العلبة بسرعة. أما الآن فأترككم تلقون نظرة سريعة على نظام تشغيل هذا الهاتف. كان هذا فتح سريع لعلبة الهاتف الجديد من شركة كوندور جريف جي 5 بلس، هاتف يأتي بمواصفات متوسطة وسعر جيد كما قلنا. أتمنى حقيقة أن ينال هذا الفيديو إعجابكم. ليصلكم جديدنا قم بالاشتراك في القناة. من كان لديه أي تساؤل يمكن وضعه في خانة التعليقات على اليوتيوب، أو يمكنك مراسلتنا عبر صفحتنا، تجدون رابط الصفحة أسفل الفيديو. شكرا جزيلا مرة أخرى. ألقاكم في فتح علبة هاتف كوندور جديدة. السلام عليكم ورحمة الله.